السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي مطبخ فوزيه. كنتمنى تكونوا بالف خير وباحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله نحضر معكم كيك رائع، اسهل واسرع كيك يمكن لك توجديه بدون دقيق، كيجي زوين وهشيش ومفشفش، واهم حاجه كيجي بنين بزاف. وقبل ما ندوزو للمقادير وطريقه التحضير، الا كنتو اول مره كتشاهدوا فيديوهاتي ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وبسم الله كنبداو بالمول. هو الاول كندهنوه، انا دهنته بالزبده، يمكن لكم تدهنوه بالزيت. وهنايا غادي نرشوه بالكاكاو لان الكيك غادي نديرو بالكاكاو، ففضلت اني نرشوه بالكاكاو. يمكن لكم ترشوه بالدقيق، غير هو غادي تجيكم هكا واحد الطبقه شويه بيضاء ديال الدقيق. انا كنفضل الكاكاو في لي كيك اللي كيكونوا بحال هكا كحلين اولا بشكلاط. كنخلي المول ديالي جانبا، وفي هذا الوقت هذا كنكون شعلت الفران لان الكيكه ديالي دغيا كتوجد. في واحد الكاس ديال الخلاط كندير 2 ديال البيضات، كاس الا ربع ديال السكر، كاس ديال الحليب بحراره المطبخ، كاس الا ربع ديال الزيت، وهنايا عندي ملعقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، وهنايا عندي بسكوي، اي بسكوي يمكن لكم تستعملوه. بالنسبه للكميه فاستعملت 170 غرام. انا غوريكم العلبه اللي استعملت، هذا هنريس، استعملت منه 2 ديال العلب كبار كما كتشوفوا معايا. مباشره كنديروا في الخلاط. اسهل كيكه يمكن لكم تحضروها هي هذه. وكنضيف 2 ديال الاكياس ديال البيكنج باودر او خميره الحلويات، وكنخلط الكل صافي. هذه هي الطريقه ديال الكيكه، ما كاين مسهل منها وكتجي رائعه جدا. كنطحن هاد المكونات، يمكن لكم ايضا ديروا الميكسور الا بغيتو. كنطحن هاد المكونات حتى كيطحنوا مزيان، ومره كندوز هكا سباتول باش داك الكاكاو اللي لصق في الجناب كيتخلط مع الكيك. المهم ملي تخلط لكم وتحسوا ما بقاوش فيها الكتل ديال البسكوي، صافي كتحبسوا عليها وكتخويوها مباشره في المول. المهم انا غادي نوريكم القوام ديالها كيفاش كيجي. هاد الكيكه هذه العبار ديالها هو هذا، يعني ما فيها لا عينكم ميزانكم لا والو. المقادير كديروهم كما هما كما وريتكم، غير البيضات انا درتهم متوسطين، يعني ما يكونوش كبار بزاف وما يكونوش صغار. كنخوي الكيك ديالي في المول، وكنكون سخنت الفران كما قلت لكم من قبل. كندخلها الفران، كنشعلها النار من التحت، نار مهيله دائما كما كنطيبوا الكيك، وكنخليها نصف ساعه كتكون طابت. وضروري كتكوها هكا بواحد الكيردون باش كتفيريفيو واش طايبه. وبعد ما كطيب كنشعلها النار من الفوق هكا غير واحد 3 دقائق باش كتنشف واحد شويه، وكنخرجها. وهذه هي الكيكه ديالي، يعني ما كتطلعش بزاف لان فيها غير 2 بيضات، يعني الكميه غير قليله. الا بغيتو تضاعفوا الكميه ضاعفوها. المهم هنايا حطيتها على واحد السطح بارد قبل ما نديمو ليها. حطوها هكا واحد 3 دقائق على واحد السطح بارد، وكديروا هاد العمليه هذه وكتقلبوها بكل سهوله. لاحظتوا راه ما كتلصق ما حتى شي حاجه. وهنايا راه هذا غير اللون ديال الكاكاو، ماشي تحرقت، غير الكاكاو ملي كيتخلط مع الزبده كيعطي هذا اللون. يعني في نصف ساعه كتكون طابت على نار مهيله، راه ما كتحرقش. شوفوا المول راه ما كتلصق ما حتى شي حاجه. المهم غادي نخلي الكيك ديالي يبرد، وكندوز باش نصايب الصوص اللي غادي ندير فيها 15 قطعه ديال الشوكولاته السوداء وكاس ديال الحليب. وهنايا هاد الكاكاو اللي تبقى لي من المول، ملي رشيت المول ما بغيتش نضيعو فاستعملته حتى هو في هاد الصوص. هاد الصوص ساهله، ويمكن لكم نتوما تحكموا في الكميه اللي غادي ديروا ديال الشوكولاط اولا ديال الحليب. كذلك الا ما كانش عندكم الحليب يمكن لكم تعوضوه غير بالماء. هذه اسهل صوص يمكن لكم توجدوها وكتجي زوينه بزاف. المهم كنخلط هاد المكونات وكنديرهم فوق النار حتى كيذوب الشكلاط، وملي كتوصل لدرجه الغليان كنخليها فوق النار حتى كتختر. المهم كنبقى مره كنهز في واحد الزلافه وكنبردها وكنشوف واش وصلت للقوام اللي بغيت. المهم انا غادي نوريكم القوام في الاخير. وهذه هي الصوص ديالي هكا كتكون واجده، وهذا هو القوام اللي بغيت. غنخليها تبرد واحد شويه ماشي بزاف. المهم ملي نقط هكا انا غنوريكم، ملي كنقطها على الكيك ما خاصهاش تنزل اولا الكيك يشربها، يعني خاصها تبقى فوق الكيك. هذه هي العلامه باش كنعرفوا بان الصوص ديالنا واجده. دابا غادي نغلف الكيك ديالي بالصوص. يمكن لكم ديروها هكا غير من الفوق اولا دهنوها كامله، انا غادي ندهنها كامله. ولا لاحظتوا هاد الصوص هادي راه كتجي رائعه وكتجي لامعه. في الاخير زينت هكا بكاكاو كونكاسي اللي محمر. يمكن لكم تستعملوا اللوز اولا الكركاع، دائما كيبقى لكم الاختيار على حسب متواجد عندكم في البيت. وهذا هو الشكل ديال الكيك ديالي. كنهزو بهذه الطريقه. حاولوا انكم ملي تجيو تغلفوا بالشوكولاته ما تحطوهش في نفس التبصيل باش هكا كتهزوا الكيك ديالكم نقي. ودابا غادي نقطع معكم الكيك باش تشوفوا كيجي رائع جدا. كيجي خفيف وبنين، يعني بلا ما تخافوا منه كيجي زوين بزاف. انا صراحه عجبني
احسن حتى من الكيك ديال الدقيق. شوفوا معايا كيفاش كيجي مهوي ورطب وبنين، وحتى الصوص كتجي هائله. غير جربوا هذا الكيك هذا على ضمانتي غادي يعجبكم وغادي توليو دائما ديروه واخا يكون عندكم الطحين. وصلنا نهايه الفيديو، كانت هذه هي الفكره ديال اليوم. كنتمنى تجربوها وتخليو لي ارائكم في التعاليق. وبالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركوش في القناه فما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. السلام عليكم.